السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل الليفت. طبعا الموسم ده الوقت ده موسم الليفت، هنعمل الليفت بأحسن طريقة ان شاء الله هتعجبك بإذن الله، وأسهل طريقة هتاكليه ان شاء الله بعد 3 ايام. اول حاجة انا جبت الليفت، شلت العروش اللي تحت وكل حاجة، وهبتدي اغسله وانضفه. انا الفرشة دي عاملاها للحاجات دي اللي هي البطاطا والبطاطس والحاجات دي. انا هنا طبعا تحت المية ابتديت ان انا اغسله. انا ما بقشرتش الليفت نهائي، انا بعمله زي ما هو كده، حابه تقشريه قشريه، بس انا بعمله كده لان طبعا فايده الليفت كله في القشره. فانا زي ما قلت لكم انا نضفته بس كده بالفرشه وخليته زي الفل. هبتدي ان انا اقطعه. هقطعه ازاي؟ انا همسك واحده واحده، ولو لقيت فيها حاجه برضو مش نضيفه او حاجه مش كويسه او فيها حاجه ببتدي اقطعها بالسكينه. يعني هنا اوريها لكم اهي، بص انا لقيت حته يعني عايزه تتقطع بالسكينه ابتدي اقطعها، لان انا نضفتها. بس طبعا ما استعملش السكينه خالص، انا قلت السكينه دي هعملها قدامكم وانا بقطع اللفت بتاعي. قبل اي حاجه التقطيعه دي بقى بتاعتك انتي، شوفي بتحبيها تقطعها طويله كده زي الصابع البطاطس، حابه تقطعيها مربعات كده اللي هي الواحده بوحدتها تاكليها على مره واحده كده، مش تفضلي تقطمي فيها، براحتك خالص. انا بحب بصراحه اقطعها كده بحيث ان الواحد ياخد واحده بس كده يحطها في بقه على طول وتخلص. طبعا انا الجزئيه اللي تحت دي ما بقطعهاش ولا برميها، انا بحبها يعني بحب اكلها كده مع اللفته لما بتخلل بتدي طعم حلو. والعروش كمان بخللها معاها، بس العروش بصراحه ما كانتش حلوه مع اللفته المره دي فرميته. زي ما انتوا شفتوا انا لقيت حته مش نافعه خالص فرحت رميها. يعني بمسك اللفتايه كده بحس اشوفها كده اللي عايزه تتقطع بقطعها، لقيتها كويسه بقطعها على كده. 3 ايام ان شاء الله باذن الله تاكلي احلى لفت. طبعا زي ما قلت لكم التقطيع ده بتاعكم انتوا. هنا بص اللفت بتاعي انا بقطعه بالطريقه دي، بجد بحس يعني احلى طريقه في التقطيع اللفت هي التقطيعه دي. تاخدي الواحده كده مع مثلا مع لقمه عيش بالفول ولا بالطعميه ولا مع اي حاجه، هي الواحده كده في بقك على طول. هنا بعد ما قطعت اللفت بتاعي، اهم خطوه الخطوه اللي جايه. هنا قطعت اللفت بتاعي واتاكدت خلاص ان كله اتقطع بنفس المقاس. هجيب معايا بقى ملح. اهم خطوه خطوه الملح دي. انا هنا حطيت ملح على اللفت بتاعي، معلقه كبيره او معلقتين صغيرين. المعلقه مش كبيره او انتوا شايفينها ان هي كبيره، لا انا حطيت حوالي معلقه كبيره او معلقتين صغيرين، يعني معلقتي الاكل بتاعتك ممسوحه كده. وهبتدي ان انا اقلب اللفت كله بالملح واحطه على مصفى ينزل بقى ميته حوالي ساعتين او ساعتين ونص او 3. انا عملت ايه؟ انا عملت الخطوه دي وبعد كده عملت الغدا بتاعي، وبعد ما خلصت خالص وخلصت مواعيني وكده ورحت بقى ابتديت ان انا اشتغل في الليفت. يعني انتي بتسيبي براحتك خالص، بس مش اقل من ساعتين عشان ينزل المية بتاعته كلها. المية دي طبعا بتبقى هي مرارة يعني. قبل ما اشتغل في اي حاجة كنت غالية مية عشان تبرد براحتها. لازم المية اللي انا هشتغل بيها تبقى مية باردة بس تكون مغلية قبل كده. طبعا قبل ما اشتغل في اي حاجة انا كنت غالية مية وسبتها تبرد خالص. ده البطرمان بتاعي اللي بحب اخلي في الليفت. الليفت ده 3 كيلو، هو بياخد 3 كيلو. هبتدي بقى انزل في اللفت بتاعي في البطرمان. طبعا بعد ما حطيته في ميه وكده، بعد ما حطيته في الملح قصدي، انزل ميته. هبتدي بقى من الخطوه دي. دي الميه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها غليها وبردت. حطيت هنا بنجرايه، هنا كانت ربع بنجرايه، يعني انا حطيت في الموضوع كله نص بنجرايه. حطيتها في الميه عشان الميه تحمر شويه. انا المفروض كنت حطيتها قبلها بشويه، بس عادي مش مشكله، كده كده انا احط البنجر في المي في المخلل العادي فبرضه هيحمر معايا. هنا حطيت 3 معالق كبار ملح وهدوق. الملح طبعا لازم يعني انا بحطه وبدوق. حسيت ان الملح بتاعي مظبوط خلاص بشتغل على كده. لازم الملح يكون زيادة حبة كده بسيطة، عشان كده كده بيتظبط بعد ما بيتخلل. يعني اللفت بيشرب الملح، فبتلاقي ان الملح بتاعك اتظبط. انما لو حطيتيها مظبوطة قوي هتلاقي اللفت بتاعك بقى دلع. دي خطوة لازم نبقى عارفينها. تاني خطوة هنحط نص معلقة سكر عشان يفضل اللفت بتاعي مقرمش من اول واحدة لاخر واحدة، يفضل مقرمش.
انا مش هحط خل ولا اي حاجه، لان انا كده كده هفتح عليه بعد 3 ايام. حابه تفتح عليه بقى تاني يوم ممكن تحطي ربع كوبايه خل، بس انا يعني بحبه من غير خل عشان ما يتهريش مني. يعني ممكن اخد طبق مثلا اكله وما اقدرش اكل تاني يوم او تالت يوم، هتلاقيه اتهرى مني. انما دي لو فضل معاكي اسبوع او 10 ايام او اكتر، بيفضل اول واحده زي اخر واحده. هنا طبعا نزلت بالليفت بتاعي كله. كل ما بنزل بحط ايه بنجرايه في النص كده، حته بنجرايه في النص كده يعني. جربي الليفت بالطريقه دي. طبعا دي طريقه جدي وجدتك، يعني دي طريقه اجدادنا، ما فيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي حاجه صعبه. بجد الطريقه حلوه جدا جدا، هتعجبك. انا يعني عايزه اقولك ان انا بعد ما فتحت عليه بعد 3 ايام، عايزه اقولك ان هو خلص ما كملش 3 4 ايام وكان خلصان. وان انا عملت غيره، يعني انا كان فاضل حبه صغيرين فعملت غيره وخللت غيره، جبت غيره وخللته يعني. على ما الحبه الصغيرين بتوعي خلصت، فكان ده استوى، تاني كان استوى. انا هنا حطيت بنجر وحطيت عروش البنجر، بتبقى حلوه جدا في التخليل، بتبقى طعمها حلو قوي. هنا طبعا حطيت الغطا لقيته واسع، فاحط كيسين 3 عشان يمسك. طبعا انا مش عايزاه له يخش هوا فيه خالص. طبعا انتي بتقلبي البطرمان وتبتدي تقلبيه كده، يعني عشان يعني كله يتجانس مع كله. انا عملت الحركه دي بس مش قدامكم، انا عملتها تحت الحوض عشان لو نقط ولا حاجه. هنا بعد 3 ايام بالظبط كان الليفت بتاعي استوى. بص الميه بتاعت الليفت حمرا زي الدم، بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. انا من عشاق ميه الليفت، اللي هو ناكله كده وافضل اكل فيه براحتي يعني. الضعف الليفت لو حتى باكل سندوتش جبنه بتلاقيني بحط طبق الليفت وباكله. سيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو براحتكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.